يعني ايه علاقة طردية؟ y تتناسب طرديا مع الاكس، او اي متغيرين بيتناسبوا طرديا مع بعض، معناها ان في علاقة مباشرة ما بين الواي والاكس. يعني اي تغيير بيحصل في الاكس بيؤدي لتغيير مباشر مماثل في الواي. بمعنى لو الاكس زادت للضعف بقت 2x، ساعتها هي الواي هتزيد، هي كمان هتزيد للضعف وتبقى 2y. طيب لو الاكس قلت للنص، ساعتها الواي هي كمان هتقل للنص. يبقى اي تغيير مباشر بيحصل في الاكس بيحصل زيه بالظبط في الواي، وده بيكون لان في علاقه ثابته ما بينهم، او في مقدار ثابت ما بينهم هو اللي بيحدد العلاقه. فانا عشان اشيل علامه التناسب ما بين الواي والاكس واحط ما بينهم يساوي، لازم دايما اضرب في كونستانت، في ثابت. يبقى y تتناسب مع الاكس، يبقى هتشيل التناسب وتحط يساوي، لازم تضرب في مقدار ثابت. المقدار الثابت ده عادة المقدار الثابت ده بنسميه السلوب. فيبقى الواي بتساوي سلوب ضرب اكس. وعلى اساس السلوب بيتحدد هل الواي هتزيد مع الاكس ولا الواي هتقل مع الاكس. يعني لو كان السلوب بتاعي موجب، في الحالة دي الاكس هتزيد الواي هتزيد، الاكس هتقل الواي هتقل. اما لو كان السلوب بتاعي سالب، فده معناه ان الاكس هتزيد الواي هتقل، الاكس هتقل الواي هتزيد، لكن مش هتكون بنفس المعدل زي ما كان في الزياده. طيب لذلك بنشوف الرسم البياني، بنلاقي ان انا ممكن ارسم الواي مع الاكس في صوره خطيه بالشكل ده، وبحدد السلوب من اي نقطتين، وبيكون معايا بالطريقه دي السلوب موجب الاشاره، او اني ارسمه بالشكل ده، علاقه ما بين الواي والاكس، وساعتها السلوب بياخد الطريقه دي، وبرده بحدد السلوب من اي نقطتين، ويبقى السلوب بالنسبه لي سالب الاشاره. نفهم من كده حاجتين مهمين، ان اول حاجه العلاقه الطرديه دايما خطيه، او اي علاقه خطيه هي طرديه وليست عكسيه. لكن اللي بيحدد اذا كانوا هيزيدوا مع بعض او واحد يزيد والتاني ينقص، اللي هيحدده الاشاره بتاعه السلوب، يا اما السلوب يكون بالموجب يا اما السلوب يكون بالسالب. الحاجه الثانيه ان كده في فرق كبير ما بين الاضطراد والعلاقه. العلاقه معناها ان هما متناسبين مع بعض، يعني العلاقه مباشره ما بينهم ولا لا. اما الاضطراد معناها هما بيزيدوا مع بعض او بينقصوا مع بعض، ولا بيزيدوا عكس بعض، يعني واحد يزيد والتاني ينقص. بناء عليه لو انا عندي علاقه ما بين الواي والاكس تربيع، ما اقدرش اقول عليها علاقه طرديه، او بمعنى اصح هي علاقه طرديه ما بين الواي والاكس تربيع، ولكنها ليست علاقه طرديه ما بين الواي والاكس. يعني اي زياده في الاكس مش هيبقى فيه زيها في الواي، وانما هيكون مربع الزياده في الواي. فلو فرضنا ان الاكس زادت للضعف، في الحاله دي الواي هتزيد لاربع امثال، لاني هربع القيمه بتاعه الزياده. طيب لو الاكس قلت للتلت، ساعتها الواي هتقل للتسع، لان انا برضو هربع المقدار بتاع النقص. ويبقى كده معناها ان العلاقه الطرديه هي علاقه مباشره ما بين الواي والاكس تربيع، وليست ما بين الواي والاكس. لذلك لما اجي ارسم رسم بياني ما بين الواي والاكس، هلاقي الرسم واخد الشكل ده. ليه؟ انا دلوقتي تلاحظ ان كل ما الاكس بتزيد الواي بتزيد، ولكن العلاقه ليست طرديه، تمام؟ وانما علاقه تزايديه. يبقى في فرق ما بين العلاقه والاضطراد. من ناحيه الاضطراد هما تزايديه، يعني الاثنين بيزيدوا مع بعض، ولكن من ناحيه
من ناحيه الاطراد الاثنين بيزيدوا مع بعض، لكن من ناحيه العلاقه ليست طرديه، وانما العلاقه الطرديه ما بين الواي والاكس تربيع. ساعتها هشوفها بالشكل ده. ويبقى برضو في نفس الوقت انا عندي الواي هتساوي مقدار ثابت اللي هو السلوب مضروب في الاكس تربيع. طب ايه اللي هيحصل لو بقى عندي الواي تتناسب مع الواحد على اكس؟ في الحالة دي بنسميها علاقة عكسية. يعني ايه علاقة عكسية؟ يعني كل تغير بيحصل في الاكس بيحصل معكوسه في الواي. فلو فرضنا ان الاكس زادت للضعف بقت 2x، ساعتها الواي هتبقى تقل للنص. يبقى لو انت ضربت هنا في 2 هتقسم هنا على 2. طب بفرض ان الاكس قلت للنص، ساعتها الواي هتزيد للضعف. ويبقى كده كل تناسب بيحصل هنا بيحصل عكسه. في الحالة دي أنا عندي علاقة عكسية ما بين الواي والإكس، وفي نفس الوقت هي علاقة مباشرة ما بين الواي والواحد على إكس. يعني إيه؟ يعني كل العلاقات اللي عندي في الأصل هي علاقات مباشرة، ولكن العلاقة مع مين؟ لذلك لما أجي أرسم العلاقة العكسية ما بين الواي والإكس هلاقيها واخدة الشكل ده. لكن لو حبيت ترسم علاقة مباشرة، ساعتها التناسب المباشر هيكون ما بين الواي والواحد على اكس، وهتاخد الشكل الخطي. او تاخد العكس لو كان الاسلوب بالنسبة لي ايه؟ بالسالب. ويبقى في الحالة دي لو هشيل علامة التناسب هتبقى الواي بتساوي مقدار ثابت اللي هو السلوب مقسوم على الاكس. فيبقى الشكل المباشر ما بين الواي ومعكوس الاكس.